طبعا انا مش عايزاك تسيب العمل اللي هو ما فيش حد بيعمله زيك، اللي هو الفاير ووركس والحفلات العالميه، كل ده كويس قوي، بس برضو محتاجين نشوفك تاني في دراما قريب. احنا بنعمل فيلم اسمه الحبايه مع استاذ احمد طاهر. ده حاليا داخلين نصوره الايام اللي جايه دي. يعني هتصور حاجه؟ بس ده فيلم مش مسلسل. مش طلقتك نفسي، فيلم اسمه الحبايه وشغالين عليه وخلصنا كتابه. انا بتكلم بس على الجزء تواجدك في السينما كممثل او ككاتب او يعني الفكره عارفه، بس والله هو الوقت والاخلاص. انا بحب اكون مخلص قوي في اللي بعمله، وبحب اديله كل وقتي، وبحب يطلع حلو بيرفكت. ما بحبش ان انا اعمل وخلاص التواجد وخلاص. حتى في الفاير ووركس بحب ان انا كل حاجه تبقى معموله مظبوطه قوي. اكيد انت ما نجحتش من فراغ، النجاح ده ما شاء الله. انا بحس والله الحب. انت ربنا مديك نعمه انك بتحب اللي بتعمله انت والناس اللي معاك، فبتخلص فيها قوي، فده بيوصل للناس. هي دي ده السر بتاع نجاح اي حد في الدنيا، وانك ما تبقاش شبه حد. يعني تبقى انت شفت حاجه نجحت فبتعمل زيها، ده انت مالكش عمر، انت لازم تكون انت. فالحمد لله الفكره من الاول خالص كانت طالعه من سكراتش، من زيرو. ما كانش فيه فكره اسمها اللي انا كنا بنعمله كفاير ووركس وكشو ده دلوقتي بقى موجود. اصل بتبسط العالم كله، الصغير الكبير، المصري الياباني. يعني هرجعك للفيلم عشان انا قطعتك. الفيلم بقى ايه؟ الفيلم الحبايه. الكاست ايه؟ حاجه برضو اجتماعيه كوميديه شويه، عشان بميل الحته الكوميدي. الحبايه. الحبايه مش هتغيروا الاسم ده، الاسم النهائي؟ لا، اصل احنا في الاخر خالص الحبايه دي هي الكور بتاع الموضوع. يعني الموضوع قايم على فكره الحبايه. يعني الموضوع قايم على فكره الحبايه. لا بس مش يعني مفيش. حتى عايز اقول لك على حاجه، حتى لو انت في تشابه في اسامي او في حاجات، المحتوى مختلف. بس طبعا لو انت بقى حد عمل الحبايه زي ما هي، لا طبعا عشان هو متأيد في ملكيه فكريه، فما ينفعش. مين كاتب؟ احمد طاهر. وشاركت معاه في شويه افكار كده وحاجات برضو باذن الله. واعتقد الفيلم ده يعني لو هتصوره بقى هنصور الشهر اللي جاي باذن الله. وقت ما هتصور هتسيب بقى لا ما ينفعش اسيب. اصل انك تسيب دي حاجه صعبه جدا. لان انت في حاجات غصب عنك انت ما تقدرش وانا من النوع ان انا بهتم بالحاجات الصغيره. يعني مش لازم يكون حاجه كبيره عشان اهتم بيها، لا انا بهتم بكل حاجه. انت بتهتم بكل تفصيله بتعملها، كل تفصيله في حياتي. دي مشكله متعبه قوي. مشكله بتعمل لك ستريس ولا انت؟ انا عايش في ستريس.